شلونكم يا الغالين؟ اليوم راح اسوي معاكم طريقة دجاج، طريقة صينية دجاج حامض حلو، طريقة حلوة حيل ولذيذة. وهذه اهداء لصديقة عمري بدرية الشريان ام خالد. اول شيء غسلنا الدجاج عدل ونقعته بشوية خل وليمون عشان الزفرة وغسلته، والحين راح احط عليه دشة كاري، وراح احط دفشة بار مشكل وكزبرة وشوية قرفة. الحين راح اخلي بالتتبيلة هذه نص ساعة، راح اروح وارجع لكم بعد شوي اقول لكم شنو راح اسوي فيه. الحين بعد ما ارتاح الدجاج تقريبا نص ساعة راح اخذه واقمسه في البيض واحطه بالنشا. شايفين اقمسه بالنشا بعد البيض عشان يمسك. بعد ما خلصت من الدجاج حطيته بالبيض والنشا، الحين راح اقلي بزيت السمسم. افضل شيء زيت السمسم. زيت السمسم ليش انا قلت احسن؟ لانه مفيد وبعدين يعطي لون حلو. انا ما اخليه يستوي عدل بس يتحمر، يعني مو لازم يستوي لان اكيد ما راح يستوي بالدهن، بس راح اخليه شوي يتحمر. الطبق هذا تقدرون تاكلونه بروحه، تحبون تاكلونه مع خبز، تحبون تاكلونه مع عيش، يعني لكم الحرية. وبما انه غدا انا راح اسوي معاه عيش صيني، راح اسويه بالرز الصيني. الحين صار الدجاج عندي باللون هذا، حطيته على الصودا الثاني، راح اخليه يتحمر فيه نفس اللون وراح اطلعه. بعد ما خلص عندي الدجاج وصار بالطريقة هذه او باللون هذا، حضرت انا الخضار اللي هو فلفل بارد ملون وجزر وبصل ابيض، كلهم قطعتهم مكعبات صغيرة، والحين راح اقليهم بنفس الزيت اللي سويت فيه الدجاج. راح احمسهم مع بعض شوية وراح احضر الحين الصوص. الحين راح احط قشتين صلصة الصويا المعتدلة، وراح احط التتبيلة مالت ماجي، وراح احط قشتين كاتشب وقشتين. الحين راح احط الدجاج على الخضرة وراح اقلبه مع بعض تقريبا 5 دقايق. الحين راح احط عليه الصوص وراح اخلط بعده. الحين راح اسوي العيش الصيني. حطيت زيت بالمقلاة، راح احط عليه جزر وبصل، خليته لما تشوح عدل. الحين راح احط عليه المشروم والبصل الاخضر والبازاليا. وراح احط عدل. الحين راح احط عليه تقريبا قفشة صويا صوص، وراح احركه عدل. الحين راح احط عليه العيش وراح اقلبه. طبعا العيش انا سالقته من قبل بماي شوية زيت وملح، يعني مستوي العيش. عندي خلص العيش، الحين راح اغطيه واخليه يرتاح بس 5 دقايق على نار هادية، وكذي خلاص غطيناه وراح اخليه بس 5 دقايق على نار هادية جدا. العيش خلص عندي، الحين راح اجيبه بالصحن التقديم، راح احط عليه شوية فلفل اسود. الحين راح احط عليه ذرة فلفل اسود وحسب الرغبة طبعا.